السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد. الفيديو ديال اليوم غادي نحضر معكم فطائر مالحين وفطائر حلوين بعجينه وحده، كيجيو رائعين وكيجيو مقرمشين وكيتحضروا في وقت وجيز، والطريقه ديالهم جد سهله. فخليكم مع الفيديو، فرجه ممتعه. بسم الله على بركة الله. في عجانة درت 4 كؤوس دقيق الفرص ما يعادل 400 غرام، وكأس عنبة دقيق القمح اللي مغربل ما يعادل 100 غرام. ممكن تعوضوه بكاس ديال الفينو. ضفت لهم معلقة صغيرة ديال خميرة الحلويات، معلقة صغيرة ديال الملح، معلقة صغيرة ديال العسل. ضفت الماء وخليت الخليط ديالي كيتعجن في العجانة. ممكن تعجنوا غير باليد ديالكم. خليتها كتدلك حتى تحصلت على واحد العجينه اللي كتكون لينه ومدلوكه وما تكونش مرخوفه بزاف، كتكون على هذا القوام هذا. دهنتها بشويه ديال الزيت وغطيتها بالبلاستيك وخليتها كترتاح بين ما وجدت الحشوه. بالنسبه للحشوه خديت بصله كبيره شلطتها، ضفت ليها فلفله اللي قطعتها لمكعبات، ضفت القليل من الزيت ووضعتها فوق النار حتى دبلت هذيك البصله وتذهب اللون ديالها، والفلفله كذلك تشحرات. من بعد ضفت عليهم كميه ديال لدان اللي طحنتهم، يعني كفته ديال لدان، وضفت العطريه اللي هي الملح، الخرقوم، سكينجبير، شويه السودانيه والتحميره والقزبر حبوب، ومعلقه كبيره ديال الربيع مقطع. رديت المقله فوق النار وخليت هذيك الكفته حتى طابت. من بعد حيدتها من فوق النار وضفت ليها الشعريه الصينيه وشويه الزيتون مقطع وجوج ديال الفرماجات هكذا مثلثين. خلطت كل شيء مزيان. من بعد بان لي الخليط باقي ما يعني باقي مفرتت، انا بغيت هكذا الخليط يكون شويه مجموع. ضفت معلقه كبيره ديال الجبن، ضيفوا اي نوع من الجبن كتبغيو اولا الفرماج الاحمر. صافي خلطت كل شيء مزيان وخليت الحشوه كتبرد جانبا. ودزت العجين بعد ما ارتاحت قسمتها لاربعه الكرات اللي يكونوا متساويين، وغطيتهم بالبلاستيك الغذائي وخليتهم كيرتاحوا. من بعد دزت صايبت الخلطه اللي غادي نورق بها العجين ديالي، اللي هي نصف زلافه ديال الزيت، ضفت ليها 2 معالق كبار ديال النشا. ممكن تخلطوا ما بين الزيت والزبده. ودزت خديت الكره الاولى بعد ما ارتحت كنسرحها فوق سطح العمل بالاستعانه بالزيت. ما كنديروش هذاك الزيت اللي فيه نشا، كندير غير الزيت عادي هو اللي كنسرح به هكذا العجين ديالي. وكنرققها، ضروري ترققوها حتى يبان لكم سطح العمل على هذا الشكل هذا. عاد كناخذ هذيك الخلطه اللي درت فيها الزيت والنشا، كنرش هكذا فوق العجين وكندهن العجين بهذه الطريقه، وكنطويها على هذا الشكل بحال تقريبا بحال الطيه ديال المسمن بهذه الطريقه هذه. وكنعاود ندهن شويه من الخليط وكنطوي على هذا الشكل. صافي كنستمر بنفس الطريقه لباقي الكرات الاربعه، 3 يعني درت وحده وبقاو 3. بعد ما كملت تشكيل كرات باربعه، دزت خديت هنايا كاسرونه درت فيها 2 كيسان ديال الحليب، الكاس ديال العنبه باش عبرت. ضفت ليهم 2 معالق كبار سكر سنيده و3 المعالق كبار كريم باتيسير عامرين مزيان. خلطت كل شيء مزيان وضعت الكاسرونه فوق النار مع التحريك المستمر حتى عقد ليا الخليط ديالي وخليته كيبرد جانبا. دزت خديت المسمنه الاولى وسرحتها فوق سطح العمل. حاولوا ما ترققوهاش، يعني خليوها تكون شويه متوسطه، ما تكونش غليظه وما تكونش في نفس الوقت رقيقه. كنسرحها على شكل مستطيل. من بعد خديت الحشوه وكنوزعها هكذا على شكل مستطيل في الطرفين بجوج، يعني الطرفين المقابلين ديال المستطيل. ندخلوا في شويه ديال الماط. المهم كنحطوا هكذا الحشوه بشكل طولي، وكنحط في الطرف الاخر على هذه الطريقه هذه، وكنبدا كنلوي الجهتين بجوج وكنقطع في الوسط. وكنهز هذاك المستطيل وكنحطه في اللاطه اللي كتدخل الفران. الطرف اللي تبقى لي ديال العجين هو اللي كنديرو من الاسفل باش ما كيتحلوش ملي كيكونوا كيطيبوا. بنفس الطريقه غادي ندير بالنسبه للمسمنه الثانيه. 2 مسمنات درتهم معكم بالحشوه المالحه، والمسمنات اللي تبقاو ليا غادي نديرهم معكم حلوين بالكريم باتيسير اللي صايبت، كيجيو رائعين. غادي نستمر بنفس الطريقه ونتلاقاو باش نكملوا باقي المراحل. بعد ما كملت التشكيل ديال المسمن ديالي، خديت واحد البيضه ضفت ليها القليل من صلصه الصوجه وطربتها مزيان ودهنت بها هذاك المستطيلات بعد ما حيت لهم هذوك الجوانب اللي ما كيكونوش مقادين.
وقسمتهم على 4 ورشيت عليهم شويه ديال السانوج ودخلتهم للفران اللي كيكون سخون من قبل. النار تكون متوسطه حتى يبانوا لكم بداو كيتشمعوا، يعني بداو كيشدوا في راسهم. عاد نقصوا عليهم العافيه باش كيطيبوا من الداخل وكيجيو مقرمشين، كيجيو بحال الباط فويتي. ودزت المسمنه الثالثه بعد ما سرحتها بهذا الشكل، وكنحيد ليها هذوك الجوانب اللي ما كيكونوش مقادين، وهذوك الجوانب ما تلوحوهمش، هما باش غادي نزينوا الفطائر ديالنا. قطعت هكذا على شكل مربعات، وخديت الكريم باتيسير بعد ما بردات وكنوضع معلقه صغيره في كل مربع، وكنطويهم على هذا الشكل كيف ما لاحظتوا. كنضغط مزيان في الجوانب باش ما كتخرجش الكريمه، وما تكثروش الكريمه باش ما تطرطقوش لكم من يكونوا كيطيبوا في الفران. بالنسبه لهذوك الزوائد اللي كنقطع، الا كان هكذا شي مثلث ما مقادش كنقادو، كنحيد ليه هذوك الجوانب، هما اللي كنزين بهم الفطائر ديالي. غير هو ما تزينوش حتى توضعوهم في اللاطا ودهنوا الفطائر ديالكم. انا درت واحد البيضه ضفت ليها شويه ديال نسكافيه كندهن بها، عاد حطوا هذوك الاشرطه. انا حتى بديت هذوك الجوج الاولين عاد كملت، يعني وضعتهم في اللاطا ودهنتهم باش هكا كيلصقوا هذوك الاشرطه وما يتحيدوش من يكونوا كيطيبوا في الفران. صافي كيف ما لاحظتوا كناخذ هذاك الزائد ديال العجين اللي حيت وكنزين به على هذه الطريقه هذه، ودخلتهم حتى هما الفران اللي كيكون سخون من قبل على درجه حراره متوسطه، اولا النار تكون عاليه بالنسبه للفرن الكهربائي على درجه حراره 200 حتى كيبانوا لكم بداو كيشدوا في راسهم. عاد نقصوا لهم العافيه، ديروا لهم 180 وخليوهم حتى كيطيبوا وكيجيو مقرمشين ورائعين. هذه المسمنه الرابعه غادي نصايبها معكم بنفس الطريقه. وهاد الكميه ديال العجين اللي حضرت معكم راه كتخرج كميه معقوله. كيف ما لاحظتوا راه المسمنه الثالثه دخلتها كطيب، عاد مشيت كنحضر المسمنه الرابعه. وبالنسبه للكريمه ماشي ضروري تقيدوا بهذه اللي درت انا، تقدروا ديروا شكلاط الدهن، تقدروا ديروا الكونفيتير، تقدروا ديروا كريمه اللوز حتى هي كتجي زوينه، كيجيو بهم واحد المذاق رائع بكريمه ديال اللوز. وهذا هو الشكل ديال الفطائر ديالي بعد ما خرجتهم من الفران اولا المسمنات. كيجيو رائعين، كيجيو بحال محضرين بلا باط فويتي وكيجيو لذاذين بهذيك الحشوه. وبالنسبه للفطائر الحلوين حتى هما كيجيو مقرمشين وكيجيو لذاذ. دهنتهم بالعسل وهما سخانين وزينتهم بالكاوكاو مهرمش من الجوانب، كيجيو حتى هما مقرمشين ورائعين. هنا غادي نحل معكم وحده باش تشوفوا كيفاش كيجي، وشوفوا التورق اللي كيجي فيهم كيجيو زوينين. متاكده غادي ينالوا الاعجاب ديالكم، غير جربوهم. ونتمنى الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم، وكنشكركم على المشاهده، ومع السلامه حتى الفيديو الجاي ان شاء الله.